صباح الفل، عاملين ايه حبايب مطبخ دودي وماسة؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا نعمل مع بعض النهارده احلى طبق بليله هتاكليه في وقت بسيط جدا ومكونات بسيطه جدا وهتدفينا جدا في الجو الساقع ده. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول خطوه انا عملتها، جبت حبوب الغله، نقيتها كويس وغسلتها ونقعها لمده 3 ساعات. الميه نضيفه قدامكم. ده تقريبا نص كيلو غله. كده انا صفيتها من الميه، ده بيبقى شكلها بعد ما بتتنقع. مجهزه معايا حله على النار، بغلي فيها ميه مغليه بدون اي اضافات، وانزل عليها بالبليله او بحبوب الغله. واقلبها شويه. هنا كده ابتدت تغلي معانا. اول ما تيجي تغلي هغطيها وههدي النار خالص، تستوي على نار هاديه خالص. تعالوا نشوف البليله معانا. كده البليله بتاعتنا شربت الميه اللي فيها كلها. نختبر سواها. استوت معانا وفتحت وبقت زي الفل اهي، واتشربت كل الميه بتاعتها، وهي كده استوت خلاص. نطفي عليها بقى النار. الخطوه اللي بعد كده بغلي اللبن بتاعي، بشوف الكميه اللي انا هستخدمها وانزل عليه بالسكر، سكر حسب الرغبه. انا عندي ما بنحبوش مسكر قوي فما بضيفش سكر كتير. واقلب اللبن والنار شغال على نار هاديه لحد ما السكر يدوب. وهنا بقى هنزل برشه فانيليا. مع استمرار التقليب لحد ما السكر بتاعي يدوب تماما في الميه، عفوا في اللبن. بعد ما السكر داب انزل بالبليله بتاعتي. واقلب اشوف كده كفايه ولا ايه. هي هتحتاج شويه بليله كمان. وافضل اقلب على نار هاديه لحد ما البليله تشرب اللبن، عشان خاطر الطعم بتاعها يبقى حلو. هي اخدت معايا على النار تقريبا دقيقتين لحد ما بحس ان اللبن ابتدى يتقل معايا حاجه بسيطه، والحبايه نفسها شربت اللبن بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وكده انا خلاص خلصت البليله بتاعتي وبطفي عليها. كده البليله بتاعتي جاهزه للتقديم. اقدر اقدمها ساده كده واقدر احط عليها اي اضافات انا عايزاها، مكسرات، قشطه بقى، اي صوصات. وبتبقى جميله ومغذيه جدا للاطفال وحلوه جدا في الشتاء. انا هنا هزينها بصوص الشوكولاته، وهنا كريمه فراوله،
نكمل تزيينها كده. الطريقه اللي انتوا شايفينها. وبكده يبقى عملنا مع بعض احلى طبق بليله باللبن السخن. حلوه جدا لجو شتوي، هتدفينا كلنا، ومغذيه جدا للكبير قبل الصغير. لو عجبتكم الوصفه بتاعت النهارده ما تنسوش تضغطوا على زرار اللايك، وتشتركوا في القناه بتاعتي قناه دودي وماسه كيتشن، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ومن هنا للفيديو الجاي ان شاء الله، واسيبكم في رعايه ربنا في امنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.